عندك راس شوفلوغ وما لقيتيش واش ديري بيه، راح نعطيك واحد الكراطه بزاف هايل يجي معسل يقطر بالبنه وغير في المقله في وقفه وانتي حضرتيه. السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وتكونوا كامل بصحه جيده في احسن الاحوال، فرحانات ومطمئنات. مرحبا بكم حبوا في فيديو جديد، وهذا لا فيديو راح تكون كراطه شوفلوغ بزاف هايل في مقله وانتم حضرتوه، وصدقوني يا البنات يجي بزاف بزاف بنين. دونك بلا ما نطول عليكم الهضره ياسر، راح ندخلوا مع بعض للمطبخ ونشوفوا طريقه ومراحل تحضير وصفتنا لنهار اليوم. شوفوا هنا حبيباتي عندي في المقله راح نحط شويه نتاع زيت كيما راكم تشوفوا. من بعديكا كنت ديت زوج ريسان تاع بصل، هذا أخضر البنات، كنت قطعته هكا مربعات صغيرة. تقدروا تستعملوا راس بصل يكون كبير هكا باش الدجاج تاعكم يجيكم بنين. شوفوا إلا عندكم دجاج بغيتوا تستعملوه ديروه، إلا ما عندكمش تقدروا تستغناو عليه بتاتا. مالفا البنات نديرو بلا دجاج ويجي بزاف بزاف بنين ويجي خفيف يا البنات وما يبانش كامل باللي راهو شوفلوغ. دونك حمصت هذاك البصل البنات في الزيت. من بعديكا ضفت لهنا غير بوستر تاع الدجاج، زدت عليه شويه نتاع معدنوس، وراح نطيب هذاك الدجاج. حاولوا انكم يعني تحركوه تخي بيان بالمغرف باش هكا ما يطيبلكمش فيه هذوك التكتلات. حاولوا تطيبوه يجي مفتت. هنا زدت شويه نتاع ملح، شويه نتاع فلفل الكحل، وديما نزيد شويه تابل تاع الدجاج. انا نحب نطيب به البنات باسكو يمد واحد البنه من اروع ما يكون الاطباق نتاعنا. هنا حبيباتي راح نحاول نطيب هذاك الدجاج كيما قلت لكم حتى يدي هكا تحميره مليحه كيما راكم تشوفوا. هنا راح نحيه وفي نفس المقله كيما قلت لكم، يعني هذا الطبق في مقله برك وانتم حضرتوه في نفس المقله. راح نحط لهنا شويه نتاع زيت، وراح ندير لهنا نص مغرف نتاع زبده نذوبهم مليح ونخليهم يسخنوا. وهذا هو البنات السر نتاع الشوفلوغ تاعكم باه يجيكم بنين. من بعد ما تذوب هذيك الزبده والزيت، ضفت لهنا حوالي 5 فصوص تاع توم كنت ربيتهم مع شويه نتاع معدنوس، نحمسهم غير شويه البنات، ما تخليوش الثوم تاعكم انه يتحرق هكا باش ما يجيكمش مر. وراح نضيف لهنا الشوفلوغ تاعي اللي كنت غليته في الماء، ضفت له الملح، مغرف كبيره نتاع كمون يكون كعب، وبريقه نتاع رند، وسنينه نتاع توم اللي راح هكا تتخلصوا من كامل هذوك لي غاز اللي يجوا فيه. من بعد ما طاب كنت سقطرته تخي بيان، وضفت لهنا حبيباتي على هذاك الزيت والزبده مع الثوم والمعدنوس. هنا راني نفترش فيه بالمغرف، يعني حاولوا انكم تفتوه تخليوه طروفه يكونوا صغار، ما تخليوهش هكا يكون كبير. زدت التوابل اللي هما الملح، فلفل الكحل، شويه توابل خاصين بالدجاج، وراح نقعد نحمص فيه ساعه على ساعه، نحركوا البنات حتى تشوفوه دا هذيك التحميره المليحه. يعني ضروري انكم هنا تحمصوه تخي بيان هكا باه يجيكم بنين. من جهه اخرى حبيباتي، هنا البطاطا تاعي كنت خديت 3 حبات نتاع بطاطا، نقيتهم غسلتهم قطعتهم مربعات يكونوا صغيره، درت لهم شويه نتاع زيت، شويه توابل خاصين بالفريت، ملح وفلفل الكحل، ودخلتهم للاير فراير يطيبوا هكا باه يجينا الطبق تاعنا صحي. اللي ما عندهاش الاير فراير ديما نقول لكم حبيباتي البطاطا تاعكم قطعوها هكا مربعات، حطوا الماء تاعكم يغلي، من بعد ما يغلي خليوها لوحوها وخليوها تغلي واحد ال5 دقائق برك، نحيوها صفيوها ديروا لها مغرف نتاع زيت مع شويه نتاع توابل اللي تحبوهم انتم، ودخلوها للفرن تتحمر وحتى الطيب، ومن بعد خرجوها. واللي حبت تقليها اكيد تقليها، يعني قلت لكم الاختيار. من بعد ما طابت البطاطا حطيتها في الريسيبيون تاعي، ضفت عليها هذاك الشوفلوغ، كميه من المعدنوس، هذا الطبق يحب المعدنوس باه يجيكم بنين، وضفت البيض. بالنسبه دركا البنات للبيض يقعد حسب يعني الراس تاع الشوفلوغ اللي درتوه. انا درت راس كبير تاع شوفلوغ الله يبارك جاتني خبزه ما شاء الله. دونك دات مني لهنا 5 بيضات. انتم اكيد حسب يعني افراد العائله نتاعكم وانتم اللي تتحكموا في الكميه، يعني لازم تحصلوا على خليط اللي يكون جاري كما راكم تشوفوا وكما راهو موضح في لا فيديو. هنا في نفس المقله البنات كنت مسحتها غير هكا بابي، وحطيت فيها حوالي مغرف تاع زيت، وضروري انه المقله تاعكم تكون ما تلصقش. هنا راح نحط نفس هذيك الكميه نتاع الخليط نتاعي بهذه الطريقه، ونحاول اني نمشيها على كامل سطح المقله نتاعي. من بعديك راح نحط طبقه من الفرماج ربي، تستعملوا شيدر، فرماج روج، اي فرماج تفضلوه انتم، تقدروا ديروا حتى الفرماج بلون يا البنات. والى قلت لكم حابين ديروا دجاج ديروا كيما درت انا هكا باه يجيكم يعني طبق رمضاني بامتياز ويجيكم بنين. وصدقوني يا البنات يعني حتى بلا دجاج يجي بزاف بزاف هايل. انا مالفه يعني ندير هكاكا بلا دجاج. هنا حطيت هذاك الدجاج اللي كنا طيبناه مع بعض، تقدروا ديروا فيون داشي، وكيما قلت لكم تقدروا
تقدروا تحشيوه غير بالفرماج هذا مكان. هنا حطيت هذاك الدجاج، راح نزيد نحط طبقة من الفرماج روج اللي كنت ربيته حبيبتي بهذا الشكل، وراح نحاول نغطيهم بهذيك الخلطة اللي كانت قعدت لي، يعني نحاول نغطي مليح هذاك الدجاج والفرماج ونخليهم على النار متوسطة يا البنات، نخليهم حتى نشوفوا يعني الكغادا نتاعنا طاب ود هذيك التحميرة المليحة من التحت. هنا كيما راكم تشوفوا حبيت نضيف له شوية نتاع فرماج بلون بهذه الطريقة. وقلت لكم نغطي بهذيك الطبقة ولا هذاك الخليط اللي كان قاعد لي نحطه بهذه الطريقة، ونحاول نمشيه غير بالمغرفة راح يمشي معاكم بكل سهولة. نغطي على الكغاتا نتاعي ونخليه يطيب. إلا حبيتوا حبيباتي ديروه في الفور تقدروا يعني نفس الطريقة ولا نفس المونتاج اللي راكم تشوفوا فيه اللي درناه تاع الكغاتا ديروه في البلا اللي يدخل للفرن وتدخلوه مباشرة للفرن. مي أنا نفضل هاد الكغاتا نديروه في المقلاة خير وخير، يجيكم بنين معسل وما يجيش كامل ناشف. هنا حبيباتي راح نغطيه. قلت لكم النار ما تقويولوش النار بزاف باسكو هكا باه يطيب معاكم، يعني هنا كلش راهو طايب جوست ما نطيبوا العظام هذا مكان والفرماج هذاك يذوب. دونك ما تقويوش للنار باش ما يزربش يحمر معاكم ويقعد لكم ني. خليو النار تاعكم تكون متوسطة، ساعة على ساعة حركوا هكا المقلة، من بعديكا بسحن راح نقلبو. شوفوا هنا حبيباتي يعني الطريقة تاعو جد سهلة كما قلت لكم، وراني نأكد على المقلة لازم يكون المقلة تاعكم ما تلصقش. حطيت الصحن تاعي وقلبته بهذه الطريقة وشوفوا الله يبارك كيف ما هجا يشهي وحميمر الله. راح نرجعه باه يزيد يدي تحميرة ويطيب من التحت، وهنا راح نحط كمية من الفرماج من الفوق ونزيد نغطي بالغطاء تاع المقلة ونخليه حتى يتحمر تخي بيان ويذوب هذاك الفرماج. وراح نشوفوا مع بعض يعني الطبق تاعنا في شكله النهائي وفي صحن تقديم. صدقوني يا البنات هاد الكغاتا يعني قوة في البنة، قد ما نقول لكم يعني بنين مش كيما كي تجربوه وتخليوا لي رايكم في التعليقات. انا حبيباتي من بعد ما حطيت هذاك الفرماج قلت لكم راح نرجع ليه المغطى ونخليه يذوب. هاوليكم هنا من بعد ما داب كلمسه اخيره راح نضيف له هنا كميه من المعدنوس، وهكا الغدا نتاعنا راهو طايب. راح نشوفوه مع بعض في صحن التقديم وفي شكله النهائي. دونك هاوليكم هنا حبيباتي شوفوا كيف ما يجي شهي وفي وقفة وانتم حضرتوه. صدقوني يا البنات ميم با نص ساعة يكون شوفلوغ تاعكم واجد. شوفوا راهو يشهيتكم كامل في الجنة. راح نقطع معكم هكا مرصو وتشوفوا كيف ما يجي من الداخل. قلت لكم ما يجيش كامل ناشف وما يحتاجش انكم ترافقوه مع صلصة. هاوليكم لهنا من بعد ما قطعتوه شوفوا كيف ما يجي. دونك حبيباتي كانت هذه هي لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى انها كانت خفيفة ظريفة على قلوبكم، نتمنى انها نالت اعجابكم. وإلا عجبتكم حبيباتي نقول لكم ما تنسونيش بهذاك الاعجاب والكومنتار الحلو كيما نتوما. بقى لي غنقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، واستنوني في فيديوهات جديدة. سلام.